السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم عبد عاشور من داخل مركز ومدينة شربين، تحديدا داخل أول فرع لمحلات أولاد عاشور وتجارة الدراجات وقطع الغيار. النهارده يا جماعة احنا مع بعض كده طبعا هنشرح لكم حاجة بسيطة جدا بتواجه الناس كتير معاها عدد سرعات. قرب معايا يا باشا. دلوقتي يا جماعة الدشمة ديت فيها عوجة معينة، بتقابل ناس كتيرة جدا نفس العوجة ديت. بسبب بقى مثلا حد دخل فيه، حد خبطها لطشها، فبتتعوج بالطريقة معينة زي ما انتم شايفين كده. طب نتيجة العوجة دي ايه؟ اما بتيجي تنقل عند الترس الثاني او الثالث بتلاقي الدشمة من فوق دخلت عند السلوك. زي ما انتم سامعين كده يا جماعة. فحضرتك بتروح لاقرب فرع جنب منك او مركز صيانة بيقول لك ان الدشمة دي معوجة ومحتاجة ان هي تتغير. طبعا يا جماعة الموضوع ده كله دي اشتغالات، دي مش محتاجة تتغير ولا حاجة لما بتكون فيها العوجة اللي انتم شايفينها ديت. انت بقى حضرتك تعمل ايه من غير اللجوء لعجلاتي؟ بتردها بايدك، بتحط صابع تحت وصابعك ده من فوق، وتبدا الصابع اللي فوق يقرب عليك ناحيه بره، بس بطريقه ايه حنينه جدا عشان ما نعوجش القالب بتاع الدشمه نفسه. تيجي تبص يا باشا بتلاقي السرعات ظبطت معاك والدشمه بتطلع من فوق لتحت من غير ما بتخبط في السلوك الطرف. وشكرا.